بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة في قناة سلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية حارة وتحية الإسلام الخالدة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. أما بعد أيها الأحباب، أرحب بحضراتكم داخل الوطن العزيز وخارجه في رحاب هذه الحلقة، وهي الحلقة رقم 35 في برنامج مع اللغة العربية. في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن مقال نشره الأستاذ أحمد حسن الزيات، الكاتب المصري المشهور، والذي جاء تحت عنوان دفاعا عن البلاغة أو آلة البلاغة، وعنوناه نحن تحت عنوان بتصرف آفة الفن الكتابي أن يتعاطاه من لم يتهيأ له بطبعه، كما جاء في مقال أستاذنا الزيات رحمة الله عليه. ولأن الموضوع لم ينتهي بعد عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، سنكمل ما بدأناه معكم من حديث في الجزء الثاني. سنتحدث عن الأسئلة التي، أو سأقرأ الأسئلة التي طرحها أستاذنا الزيات ليدلل على الكتاب، أو من خلال إجابات الكتاب على تساؤلاته ليعرف الكاتب والكاتبة أين هم من موقع آفة الفن الكتابي. وبعد ذلك سأتحدث عن سيرة الزيات فيما تبقى من البرنامج. أرحب بكم مرة ثانية أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 35 في برنامج مع اللغة العربية. قال الزيات: سألقي عليك عزيز القارئ وعزيزتي القارئة بعض الأسئلة لتعلم من أجوبتك عنها إن كنت موهوبا أو غير موهوب. وكنت قد قرأت جانبا من تلك الأسئلة، ولكن لا ضير من إعادتها مرة أخرى بشكل سريع. قال الزيات: هل يتأثر خيالك في يسر ويتحرك فؤادك في سهولة، ثم يكون بين الخيال والقلب تجاوب سريع؟ وهل تجد لأذنك الحساسية الرهيفة لانسجام الألفاظ وازدواج الفقرة وإيقاع التراكيب؟ وهل يملك مشاعرك جمال البلاغة في روائع الشعر والنثر؟ وهل تحس في نفسك السمو إذا حمسها الاطلاع على النماذج الرفيعة من البلاغة فتتحرك للمنافسة والمباراة؟ وهل تشعر حين يتجه فكرك إلى موضوع ما أن فكرته الجوهرية الأولية لا تلبث في ذهنك أن تحيا وتنمو، ثم تتشكل وتتلون، ثم تتوالد وتنتشر؟ وهل تشعر بالحاجة الملحة والتوقان السديد والشديد إلى الإنتاج الناشئ من فيض القريحة وحرارة الفكر؟ وهل يسهل عليك إدارة العلاقة بين الأفكار المجردة والموضوعات المحسة فتخرجها في الصور المقبولة والألوان المناسبة؟ وهل تتمثل المعاني في ذهنك من تلقاء نفسها على أفضل الوجوه الصالحة للتعبير والتصوير؟ وهل تحس حين تفكر في موضوع شعري أن العواطف تنثال على نفسك ثم تتزاحم وتندفع أو تتدافع طالبة الانبثاق والتدفق؟ يقول الزيات:
إن كانت أجوبتك عن هذه الأسئلة بنعم، فتعال ننظر معا في الآلة الأخرى للبلاغة، فإنه لا مندوحة لك عنها إذا شئت أن تستغل ما وهبك الله من قريحة خصبة وملكة مواتية. توقفنا في هذا الجزء. الزيات الذي نشر هذا المقال عام 1943 وتحديدا في 18 من كانون الثاني، وهي الأشهر العربية، نشره بمجلة الرسالة في العدد 498. يقول في جزئية ملحقة بالمقال وهو يتحدث عن آلة البلاغة الأخرى، يقول إن آلة البلاغة الأخرى هي العلم بمعناه الأعم، أو المعرفة بمدلولها الأشمل. فالكاتب إذا كان ناقص العلم أو قليل الاطلاع يدركه الجفاف والنضوب، فلا يكون في آخر أمره إلا سارد ألفاظ ومقطع جمل. حقيقة هكذا، لا يكون إلا سارد ألفاظ ومقطع جمل. ذلك إن معارف الكاتب هي منابع إنتاجه، وألوان المعرفة له كألوان التصوير للمصور يجب أن تكون كلها على اللوحة قبل أن يقبض على الريشة. والمعارف لا تستفاد إلا بمواصلة الدرس وإدمان القراءة. وطبعا في جيلنا في مسألة القراءة والتراجع يعني شيء مذهل، وكل المعلومات تشير على أن تراجع نسبة القراءة في المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع المسلم تكاد تكون، ومقارنة بمستوى الاطلاع والقراءة في الأمم الأخرى غير العربية وغير الإسلامية، فالبون شاسع عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة. ومن نافلة القول، قبل أيام كنت في اتصال في شكل من أشكال تنسيق لأمر ما من أمور الإعلام، واتصلت بأحد الأصدقاء في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، وبينما نحن نتحدث في موضوع ما جاء خبر عارض، وهذا الخبر كان يعني خبر غير سار حقيقة يعني، وهو أن مكتبة مدبولي المشهورة والشهيرة والعلم في مدينة القاهرة، قال لي الصديق المؤتمن أن المكتبة تحولت إلى مقهى عادي. يعني هذا طبعا خبر صادم، وأن تتحول مكتبة مدبولي بكل ألقها وبكل تاريخها العريق الذي يدخل القاهرة ويزورها حتى لساعات أو أيام، على الأقل يسجل في ميدان التحرير زيارة للمكتبة. والله حتى لو ما تشتري، يعني حتى لو لم تشتري ولا كتاب، يعني مجرد الزيارة والاطلاع. وهي مكتبة صغيرة على فكرة، فيها يعني دور واحد، دور شوية تنزل عليه وكده شوية، يعني سلالم سلمين ثلاثة، وفي أعتقد ما في الدور العلوي، لكن هي مكتبة مخنوقة بالكتب والمراجع. يعني فزيارتك للمكتبة، لمكتبة مدبولي الشهيرة، واطلاعك على عناوين الكتب، ده بحد ذاته كان شيء من أشياء الاطلاع يعني. وإن كان لا يكفي ذلك، فمؤكد الواحد الذي يدخل تلك المكتبة حيخرج على الأقل بكتاب أو كتابين، هناك من يخرج بعشرات الكتب يعني. وكان حقيقة أن تتحول مكتبة مدبولي الشهيرة التي ما عارف لو
قدرنا نبحث ونحن نتحدث. ربما بعد الفاصل هأديكم بس معلومات عن هذه المكتبة، هأرجع أخش على الأرشيف الإلكتروني وأقول خبر عن مكتبة مدبولي متى افتتحت. إذا صدق الخبر، وأنا أتمنى أن لا يكون صادق، لكن هو صديق مؤتمن وقال لي مع الأسف الشديد تحولت مكتبة مدبولي إلى مقهى لتناول شاي أو كافيه وكذا. فده يوريك إنه قاهرة المعز هذه المكتبة العريقة كونها تتحول من مكتبة شهيرة تعج بالكتب بكل أصناف الكتب، وما في دار نشر إلا ويكون عندها منشورات وعلاقة من التاريخ المستمر. ولذلك أن تتحول مكتبة مشهورة زي مكتبة مدبولي في القاهرة إلى مقهى لتناول الشاي والكابوتشينو والماكياتو، هذا طبعا دليل ومؤشر واضح على أن تراجعا هائلا ومهولا في العقل العربي في الاطلاع والقراءة. كما تحولت دور كثر في السودان مثلا، كانت معروفة الدار السودانية للكتب، أيضا هذه تحولت وتراجعت كثيرا. والسودان كما نعلم ويعلم الكل الوطن الثاني العزيز، يعني تراجعت في ذلك المجتمع الذي كان قارئا ومطلعا ومثقفا. أي واحد أقل حاجة يكون ماسك له جريدتين في اليوم، لغير الكتب والمراجع وما إلى ذلك. برضو تراجع مهول الاطلاع والقراءة في السودان، إلى أن أصبح الناس يقفون في الشوارع ويهتفون لإسقاط هذه الحكومة وتلك، وهكذا وحدث ولا حرج. وكان السودان يعني يمكن المجتمع يكاد يكون المجتمع الوحيد في العالم العربي الذي يتقاسم يعني الجريدة، مش يتقسمها كمان صفحة بصفحتيها. أحيانا تصل مسألة النهم والاطلاع، نحن كإعلاميين نقول ذلك، يعني تصل إلى درجة أنه ممكن تقطع الصفحة فيها يعني اتجاهين في 4 صفحات، فتقوم تقطع جزء وتدي ويطلع على الجهة هنا والجهة هنا. ولهذا الحد كان السودان لا يمكن أنت تكون واحد لازم تديه جريد. في المجتمعات الأخرى هذه ما كانت موجودة. ده على مستوى الاطلاع كيف كان في السودان. وأكيد حتى الكتب كان في يوم من الأيام ربما يتقاسموها، إنما أن تقرأ وتديه لواحد وتتبادل الكتب، هذه كانت عادة معروفة في المجتمع السوداني. والتراجع كثير في المنظومة العربية حتى لا نخرج من موضوعنا الذي نتحدث فيه. فيقول البلاغة لا تأتي إلا بعلم، والعلم بمعناه الشامل أن تقرأ في مختلف المجالات، والمعرفة بمدلولها الأشمل، حتى المعرفة أيضا بمدلولها الأشمل. ولا يأتي ذلك إلا بمواصلة الدرس وإدمان القراءة كما يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله. ويقول في مقالته: وأقل ما يجب على الطالب أو طالب البلاغة درسه هو اللغة والطبيعة والنفس. هذه مسائل يشير لها لا بد من درس اللغة والطبيعة والنفس. ويفصل ذلك أو يفسره تفسيرا فيقول: أما اللغة، لماذا اللغة؟ فلأنها أداة القول والكتابة، وللثقافة العامة منها قدر مشترك يجب تحصيله على كل مثقف، ولكن الكاتب أو الشاعر محتوم عليه أن يدرسها دراسة خاصة يتضلع من مادتها ويتعمق في فقهها ويتبسط في أدبها ويحيط بعلومها ويوغل ما استطاع في استبطان أسرارها واستقراء أطوارها، حتى تكون عفوا للسانة وقلمه
أطوع من السعة ليد المثال الماهر. سأقرأ الفقرة مرة أخرى حتى تكون للسانة وقلمه أطوع من الشمع ليد المثال الماهر، المثال الذي يصنع من الشمعة شكلا من الأشكال. ومن زعم أن النحو والعروض أو العروض وسائر علوم اللسان لا ينبغي حذفها لغير الأزهريين فهو هازل لا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذا الفن. طبعا كثير من الناس يخصون أن تكون فصيحا، تحاول أن تتحدث بالعربية الفصيحة وليس الفصحى، كما قرأت قبل أيام في كتاب فصول من الثقافة والأدب للدكتور علي الطنطاوي رحمه الله، فيقول الصحيح أن تقول اللغة الفصيحة وليس اللغة الفصحى، هكذا قرأ. وحدين يترك هذه اللغة أن تتحدث بالعربية الفصيحة، إما أن تكون معهديا أو تكون أزهريا، غير ذلك ليس مندوحا لك أن تتحدث بلسان فصيح. وطبعا هذا عادة جرت على كثير من الناس. وبهذه المناسبة أذكر ذات يوم وأنا في قاهرة المعز، أيام خرجنا من البلد يعني مكرهين، ولسنا أبطالا في تلك الخرجة التي أخرجنا منها أهلوها الظالمون، وسنعود إليها كما قال مرة في واحدة من اللقاءات البروفيسور الدكتور جلال الدين محمد صالح. قلت له: متى خرجت من البلد؟ فقال لي: خرجت عام كذا. وألم تعد بعد ذلك؟ قلت له. قال: لن نعود إليها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وحيي من هنا الدكتور العزيز البروف المعني والمجاهد في هذه اللغة ويعمل لها وبها ومن أجلها، أحييه. إن شاء الله يوم كذا نستضيفه ينورنا في شيء من فنون وجمال هذه اللغة. وأنا حقيقة أعجب بأدائه، وهو يتحدث حديثا وكأنه يقرأ من كتاب، يعني له أسلوبه وله طريقته في الأداء، وله يعني برضو يعتبر مدرسة في فن الخطابة والحديث، كما له مدرسة أيضا له اتجاهات في فن الكتاب الذي نتحدث عنه. فحديثه طيب، وهو رجل أكاديمي ومحاضر طبعا، يميل إلى ذلك الأسلوب من الخطابة. وقد تحدثنا في يوم من الأيام عبر هذا البرنامج في فن الخطابة. فأعود فأقول من نافلة القول: ذات يوم وأنا في القاهرة متجه لجامعة القاهرة لمقابلة واحد من الأساتذة المشرفين على أيام رسالة الماجستير، وحيا أساتذتي الكبار والعظام الذين أشرفوا على الرسالة، منهم الدكتور سليمان صالح الذي كان مناقشا خارجيا، ومنه الدكتور أشرف صالح وحييه كان هو المشرف الرئيس، والدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة. وحيي هذا الثالوث الجميل الكوكب الذي ناقشت معهم رسالة الماجستير، والذي كان عنوانها معالجة الصحافة الإلكترونية لمفهوم حوار الحضارات واستخدامات النخب لها. والحمد لله كان يعني التقدير له الحمد والشكر يعني بدرجة امتياز، فأحييهم. فأنا متجه في يوم من الأيام إلى الجامعة لمقابلة واحد من الأساتذة الكبار الذين ذكرتهم، فراكب الميني باص، فجو الشباب متوجهين إلى نفس الجامعة، وأنا راكب قدام يعني مع السائق يعني. فهم قالوا لي رايح الجامعة يعني
الميني باص هذا رايح الجامعة. فأنا قلت لهم يعني أعتقد. فالجماعة على طول هم كانوا زي 5 6. قلت إيه؟ قال لي، قلت لهم أعتقد. فطوالي واحد قال لهم إنه يعتقد، الرجل يعتقد. لماذا يعتقد؟ أنت لماذا تعتقد؟ فعمليا بقت يعني أنا ذاتي والله ضحكت يعني. فذكروني بالمسرحيات والأفلام المصرية يعني. فمجرد أنك تتحدث بأعتقد، طبعا ما يعني هي جاءت هكذا يعني. إنه يعتقد هو يعتقد، نعم يعتقد، ولماذا تعتقد وما هو الاعتقاد؟ فبقت شغلة وركبوا هم طبعا وبقت ونسة. فهذا هو المجتمع، هذا نموذج أنا بقول يعني. والأمثلة كثيرة طبعا من الذين يتحدثون بالفصحى في مجتمع كما أشرت إليه يستخدم العامية وهكذا. فوحدين خلوا الأستاذ الزيات بيقول من يعتقد أن يعني الفصحى دي هي فقط للأزهريين بيقول فهو هازل لا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذا الفن. كلام بليغ. ويواصل فيقول ولكل لغة من اللغات المتمدنة عبقرية تستكن في طرق الأداء وتنوع الصور وتلاؤم الألفاظ، وهذه العبقرية لا تدرك إلا بالذوق، والذوق لا يعلم وإنما يكتسب بمخالطة الصفوة المختارة من رجال الأدب. يقول وإنما يكتسب بمخالطة الصفوة المختارة من رجال الأدب ومطالعة الروائع العالمية لعباقرة الفن، واطلاع الكاتب على النماذج الرفيعة من البيان الخالد يرهف ذوقه ويوسع أفقه ويريه كيف تؤدى المعاني الدقيقة وتحيي الكلمات الميتة. فعلا يعني اختيار الصفوة من رجال الأدب أو المطالعة على عباقرة الفن والاطلاع من الكتاب المدجين. ليس كافيا عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة فقط أن تأخذ أي كتاب وتقرأ، هذه لا تعمل، لأنه كثرة المعلومة لا تصنع معرفة. هذا في العمل الإعلامي، كثرة المعلومات لا تصنع معرفة، ونفس الشيء في الاطلاع. فاختر لمن تقرأ وكيف تقرأ. برضو دي دائرة شكل من أشكال المران والتبصر. وكذلك مخالطة الصفوة المختارة من الأدب، من رجال الأدب. إذا كنت أديبا عزيز المشاهد، هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية. وفي ختام مقالته يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: ولقد علمت أن الجاحظ والبديع والخوارزمية في الكتاب، وأبا نواس وأبا تمام وأبا العلاء في الشعر، كانوا مضرب المثل في كثرة القراءة وسعة الحفظ. وكان فوليير لا يقع في يده كتابا إلا استوعبه، ولم يعالج روسو الكتابة إلا بعد أن حفظ مونتيني وبلوتارك. وبوسويه كان يحمل على ظهر قلبه التوراة وأحاديث الرسل ومواعظ الأحبار. وقد اعترف شاتوبريان بأنه كان يدمن قراءة برنار دي سان بيير. فإذا كان هؤلاء العباقرة قد رأوا أن الاستمرار على دراسة الروائع الأدبية ضروري لضمان الخلود، فإنه ولا ريب يكون لذوي القرائح الناشئة ضروبا لاستكمال الوجود. ويقول للكلام بقية، لم يقل للحديث بقية،
الآن في الصحف وهكذا يقول لك للحديث بقية، للكلام بقية. أعتقد الكلام هو الذي شيئا ما بعرف يكتب، والحديث هو الذي يتم الحديث بهكذا. لم يكتبها يعني كده يعني. لماذا اختار للكلام بقية بدلا عن الحديث بقية؟ طبعا في الأساليب الجديدة يتبع، تكتب في الصحف والمجلات وهكذا، لكن الزيات بيقول للكلام بقية. قبل أن نتوقف عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الزيات قال إنه يكتسب الذوق وما إلى ذلك وفن الكتابة بمخالطة الصفوة المختارة من رجال الأدب. فعلا اختيار الصفوة شيء مهم في العلاقات. وأنا هنا خلوني أسرد، وبهذا بعد السرد حندخل على فاصل قصير ثم نعود ونتحدث عن الزيات، السيرة الذاتية للزيات، يعني نقاط معينة مهمة في حياته قد تكون ذات فائدة للمستمع والمشاهدة الكريمة. فأستاذنا فراج الطيب في يوم من الأيام ونحن في صالون الصفا، هكذا كان يسمى صالون الأستاذ فراج الطيب السراج، الذي ورث ذلك الصالون من أبيه، وكان صالونا أدبيا سياسيا ثقافيا، كل شيء كان، ودينيا كذلك. يعني كان فيه تفسير للقرآن الكريم والأحاديث النبوية. ومن كتاب نهج البلاغة كان يفضل أستاذنا فراج لما يشوف الأمور كده شوية داير يسخنها يقول لك ادونا كده، يقرأ لنا واحد بالله من نهج البلاغة، مكتبة ضخمة طبعا في البيت. فيستل واحد من الجالسين وهم كلهم علماء وطلبة وصناع، ولكن هم ناس لهم علاقة بالاهتمام بالثقافة والأدب والسياسة والدين كذلك. فيفتح واحد ويقرأ من كتاب الإمام علي رضي الله عنه في نهج البلاغة، وكلام بليغ، ويتوقف ويمكن لا يقرأ إلا فقرة واحدة، ويشرح كل كلمة وردت في الفقرة تلك الأستاذ فراج، ويشرحها بالساعات. فمما ذكره في اختيار الصفوة، قال فراج إنه والده الطيب السراج كان رجلا يعني يعيش بادية في المدينة، وهو الذي كان رجل يعني مع كل شموخ اللغوي كان رجلا إفرنجيا، يعني يجيد اللغة الإنجليزية، وكان شغال مترجم يعني في جانب من جوانب عمله. فكان مجيدا، حتى كان يكتب شعر باللغة الإنجليزية، وحافظ للأدب الإنجليزي قصائد رائعة، وكان يكتب بالعامية كذلك وبالعربية الفصيحة. طبعا معروف الشيخ الطيب السراج رحمة الله عليه الشهيد القتيل. فقال أحيانا يسأل والدي عن شخص ما، يعني هو ماشي في الطريق يوقف واحد من المارة يقول له يا شيخنا بتعرف فلان؟ فالوالد يقول له للذي يسأل، يقول له قلت مين؟ يقول له فلان. وكان دائما يميل إلى الحديث بالفصحى، فيقول له أهو من العلماء؟ يقول له لا. أهو من الشعراء؟ يقول له لا. أهو من الفقهاء؟ يقول لا. أهو من الأدباء؟ لا. أهو من الحكماء؟ يقول له لا. بالدارج السوداني يقول له هو راجل ما هواش في المجموعة دين، شن أسويبه يعني أعرفه ليه ذاته يعني. لماذا أعرف رجل لا يكون واحد من هؤلاء؟ فهذا يريك على أنه كان يختار أصدقائه من الصفوة، لأنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف المرء على دين خليله فليختر أحدكم من يخالل. وكان رجلا فقيها عالما جهبذا متحدثا، يعني معروف شاعر هو العز حفته القنا والصوارم، فلا يطمعا فيه الهيوب المسالم. دع عن الحرية قصيدة مشهورة لشاعرنا والشيخ الكبير والكبير الله الشيخ الطيب السراج رحمة الله عليه.
أيها الإخوة الأخوات والمشاهدون الأفاضل، أعود بعد قليل لنكمل ما تبقى من حديث في هذه الحلقة رقم 35 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. وعدنا إليكم أيها الإخوة الأخوات والمشاهدون الأفاضل، والعود أحمد. الآن نتحدث في الجزئية المتبقية من هذا البرنامج وهذه الحلقة عن أحمد حسن الزيات باشا. ولد الزيات عام 1885 وتوفي عام 1968، وهو من كبار رجال النهضة الثقافية في مصر والعالم العربي، ومؤسس مجلة الرسالة، واختير عضواً في المجامع اللغوية بالقاهرة ودمشق وبغداد، هذه العواصم الثلاثة. وطبعاً الحضارة والثقافة والمعارف والقوة وكل شيء في هذه العواصم، ولذلك تستهدف دوما هذه العواصم. أنا لا أقول سقطت، ولكن تعيش دمشق الحالة التي نراها، وتعيش بغداد الحالة التي نراها، والقاهرة المعز لا زالت عزيزة، ولكن تتناوشها المؤامرات من هنا وهناك. عفوا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه هي المراكز الحضارية الثلاثة للمشرق العربي: القاهرة ودمشق وبغداد. ولد الزيات في قرية كفر دميرة القديمة التابعة لمركز طلقة بمحافظة الدقهلية بمصر، ونشأ في أسرة متوسطة الحال تعمل بالزراعة. تلقى تعليمه في كتاب القرية. أصلا ما في إنسان برز في هذا الوجود من أمة الإسلام والمشرق العربي إلا أن يكون بدأ حياته بالقرآن الكريم تعلما وحفظا وكتابة. الزيات كان واحد منهم، ثم أرسل إلى أحد العلماء في القرية المجاورة ليتعلم القراءات السبع، وأجادها في سنة واحدة. القراءات، وشيوخنا إن شاء الله طبعا بيقدموا لكم في القراءات كثير من أشكال القراءات. هناك من يقول القراءات العشر، لكن السبع القراءات هي أشهرها. التحق الزيات بالجامع الأزهر وهو في 13 من عمره، وظل فيه 10 سنوات. والأزهر في ذلك العهد طبعا كان الأزهر في أوج عهده، وتلقى في أثنائها علوم الدين واللغة العربية، إلا أنه كان يفضل الأدب، فتعلق بدروس الشيخ سيد علي المرصفي الذي كان يدرس الأدب في الأزهر. بيذكروا طبعا طه حسين الدكتور عميد الأدب، بيذكروا كثير للشيخ المرصفي، وإن كان برضو لا يخلو وصفه أحيانا من أساليب طه حسين المعروفة، فيها شيء من التهكم وفيها شيء من الاستهزاء أحيانا، ولذلك أخذ عليه مشايخ الأزهر كما أخذ عليه علماء كثر في علماء الدين، ومواقفه من كثير من الأشياء المفهومة من الدين بالضرورة، وهي من الثوابت، بما في ذلك رأيه في القرآن الكريم وغير ذلك، ويكفي كتابه وما تطرق إليه في الشعر الجاهلي. عموما الشيخ المرصفي واحد من الذين تتلمذ عليهم الأستاذ الشيخ الزيات، وكما حضر شرح المعلقات للشيخ محمد محمود الشنقيطي أحد أعلام اللغة العربية البارزين آنذاك. اتصل بطه حسين ومحمود حسن الزناتي، وكانوا يقضون أوقاتا طويلة في دار الكتب المصرية لمطالعة عيون الأدب ودواوين فحول الشعراء.
ولكن لم يكمل الزيات دراسته بالأزهر، وإنما التحق بالجامعة الأهلية، فكان يدرس بها مساء ويعمل صباحا بالتدريس في المدارس الأهلية. والمحظوظين الذين تتلمذوا على الأستاذ الزيات. والتقى الزيات في عمله بالعديد من رجال الفكر والأدب في عصر النهضة، مثل العقاد والمازني وأحمد زكي ومحمد فريد أبو حديد. ولقد اختارته الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيسا للقسم العربي فيها عام 1922. وفي أثناء ذلك التحق بكلية الحقوق الفرنسية، وكانت الدراسة بها ليلا ومدتها 3 سنوات، وأمضى منها 2 في مصر، وقضى 3 في فرنسا، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة باريس عام 1925. وفي عام 1929 اختير أستاذا في دار المعلمين في بغداد، فترك العمل في الجامعة الأمريكية وانتقل إلى هناك. ولم ينتمي الزيات طيلة حياته لأي حزب سياسي، وظل الزيات محل تقدير وموضع اهتمام حتى وفاته في القاهرة صباح الأربعاء الموافق 16 من ربيع الأول عام 1388 بالهجرة النبوية الشريفة، 12 من مايو 1968، عن عمر ناهز 83 عاما، وقد نقل جثمانه إلى قرية كفر الدميرة ودفن هناك. في مسألة أنه هناك دعوة لأن يكون المثقف والمتعلم ورجل الفكر أن لا يكون حزبيا. طبعا هذه المسألة أنه كان مستقل سواء كان الزيات أو غيره، الاستقلالية لا يمكن أن تتأتى لرجل يحمل فكر ويحمل ثقافة وعلم، لأن له اتجاهاته وله رأيه وله فكره، وهو ينتمي بشكل أو آخر إلى فكر ما، لكنه لا يتصدر المشهد والندوات وما إلى ذلك ويصرح وهكذا. إنما أنا أستبعد أن يكون مثل الزيات وغيره أن يكونوا كده حيادي يقول لك أنا رجل مستقل، والاستقلال أصلا ما موجود، وهي واحدة من أساليب وطرق إلهاء الناس، أو يعني فذلكات السياسيين عشان ما يجوم يقول لك ده فلان مستقل وهكذا، ويروج لمنهج الاستقلال أن يكون بعيدا عن دائرة التأثير وما إلى ذلك. ولذلك في وحدين يفهموها هكذا ويقول لك أنا مستقل ما عنديش. لكن أنا أستبعد شخصيا أن يكون رجل مثقف متعلم يحمل فكر وله رسالة في الحياة أن يكون مستقلا. كيف تكون مستقل وآخرون يديرون لك شؤونك؟ وما هو فائدة علمك؟ ولذلك أولئك العلماء من أمثال الزيات وآخرون كثر لم يكونوا بذلك الاستقلال السلبي. وقد يكون واحد يقول لك استقلال مستقل سالب ومستقل إيجابي، بمعنى لا بد أن يكون لهم شكل من أشكال التماهي. في السيرة الذاتية للزيات تقول بعد عودته من بغداد عام 1933 ترك التدريس وانتقل في الصحافة والتأليف. يعني 83 سنة، يعني العمر الذي يعني بعد من عام 33 وهو توفي عام 68، يعني أكثر من 35 عام سخروا كله للتأليف والعمل في العمل الصحفي. فقام بإصدار مجلة الرسالة التي أثرت بقوة في الحركة الثقافية الأدبية في مصر، وكل الأحزاب السياسية وما شهدته مصر من بعد في خلال تلك الفترة هي كان نتاج للمجلة هذه، مجلة الرسالة وغيرها. والحركة الثقافية الأدبية في مصر كان لها ما لها، وده ما مجال الحديث عنه. فكيف هذه المجلة وغيرها أثرت في الحركة والحياة السياسية في مصر، فكيف لا يكون لمن أسس
له اتجاه سياسي معين حتى لو لم يبح به ويتحدث عنه. لكن القراءة المتعمقة للسيرة الذاتية لأستاذ زياد ممكن تطلعه زعيم حزب من الأحزاب وإن كان بشكل مختلف. استمر صدور الرسالة نحو من 20 عاما، يعني مجلة الرسالة استمرت حوالي 20 عام، وكانت مدرسة أدبية ومجالا لظهور كتاب وشعراء من الجيل الجديد بنوا شهرتهم على صفحاتها فعلا. وقد أصدرت زيات بعد ذلك مجلة أخرى اسمها الرواية، وكانت تختص بالقصة القصيرة أو الرواية المطولة، تنشرها مسلسلة. واستمر صدورها عامين، وكتب فيها كبار القصصيين وليس القصاصين، كما كانت تشجع القصصيين الشباب، وبينهم كاتب ناشئ هو الأديب نجيب محفوظ رحمه الله. يعني هو تخرج من هذه، يعني نشر حاجاته هنا الكاتب نجيب محفوظ. وكانت أول قصة نشرها بعنوان ثمن الزوجة، ثم أدمجت الرواية المجلة بالرسالة، وأخيرا اضطرت زيات إلى التوقف عن إصدار الرسالة الرواية بسبب الظروف الاقتصادية، وتولى رئاسة مجلة الأزهر. ولما أممت الصحافة في مصر بعد 52 حاولت وزارة الإرشاد القومي إحياء الرسالة، وعينت الزيات رئيسا لتحريرها مرة أخرى، ولكن المحاولة لم تنجح لأن الزمن كان قد تغير، وأذواق القراء قد تغيرت، هم كاتبين قد تطورت. والتطور هو دائما نحو الإيجاب، لكن هل تطورت نحو الإيجاب؟ أنا أقول فنقول أذواق القراء قد تغيرت، والصحافة اتجهت وجهات جديدة، فلم يكتب للرسالة أن تستعيد مكانتها السابقة أو تجدد مجدها القديم. طبعا ظهرت تيارات يعني شعوبية عروبية، دخلت فيها سياسة ودخلت فيها اتجاهات، فحوصر ذلك الفكر وتوقفت مرة أخرى بعد بضعة أعداد، وكان صدورها في مرحلتها الثانية دليلا صارخا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون جزءا من الجهاز الحكومي ولا تعيش إلا في جو من الحرية وهوائها الطلق. أصلا هذا الإعلام لا ينمو ولا يتطور إلا في بيئة معروفة، وهي بيئة الحرية وهوائها الطلق، ليست الحرية المطلقة ولكن موضوعية متناهية وحرية مسؤولة. يعد الزيات عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة صاحب أسلوب خاص في الكتابة، وهو أحد 4 عرف كل منهم بأسلوبه المتميز وطريقته الخاصة في الصياغة والتعبير، وال3 الآخرون هم مصطفى صادق الرفاعي أو الرافعي، وطه حسين، ومحمود عباس العقاد. ويقارن أحد الباحثين بينه وبين العقاد وطه حسين فيقول، يعني شوف هؤلاء هم ال4 المعروفين بفن الكتابة: العقاد، طه حسين، مصطفى صادق الرافعي، والزيات. واحد من الباحثين يجعل مقارنة بين العقاد وطه حسين فيقول: والزيات أقوى ال3 أسلوبا، وأوضحهم بيانا، وأوجزهم مقالة، وأنقاهم لفظا، يعنى بالكلمة المهندسة والجملة المزدوجة، وعند الكثرة الكاثرة هو أكتب كاتبنا في عصرنا. هكذا قال أحد الباحثين. امتاز أسلوب الزيات
بصناعة الديباجة وروعة البيان، والكتابة تصنع، الشعر صناعة، كما وصفه البروف عبد الله الطيب في كتابه المشهور كتابه المشهور في صناعة الشعر. يقول في صناعتها الكتاب المشهور، أنا الآن ما قادر استحضره، للبروف الدكتور عبد الله طيب رحمة الله عليه. ويقول: امتاز أسلوب الزيات بصناعة الديباجة وروعة البيان، وكان يولي دقة اللفظ وموسيقى الجملة وإيقاعها عناية كثيرة، وكان يعمد إلى السجع من وقت لآخر دون تكلف ولا إملال. وقد اتهمه البعض بتغليب الأسلوب على الفكرة والشكل على الموضوع، ولكنه كان أديبا مترسلا يتحرى المعنى النبيل في اللفظ الجميل، وكان له أثر كبير في رعاية سلامة اللغة العربية، وكان يحرص على الأسلوب العربي السليم في كل ما ينشره في الرسالة، وكان يفتتح كل عدد من أعدادها بافتتاحية من طول واحد متخيرة الألفاظ يستوحي موضوعاتها من أحداث الساعة، وقد جمع فيها بعد كل ذلك، أي جمع في كتاب من 4 أجزاء بعنوان وحي الرسالة. وقال عنه النقاد كثير، نختار لكم جزءا منه، وبعد ذلك ندلف إلى مؤلفاته، ونختتم معكم أيها الإخوة والأخوات هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. جزء مما قاله النقاد عن الزيات: الزيات أحد أعلام كثيرين أنجبهم الريف المصري وأطلعهم على الحياة الأدبية مشاعل مضيئة، كان لها في تاريخنا الأدبي المعاصر أثراً كبيراً ودور لن تمسحه الأيام. يقول العقاد: الزيات كاتب متأنق لا يكتب الصفحة الواحدة إلا في يومين أو أيام، ولولا اضطراره إلى مسايرة الرسالة لشغل نفسه بالصفحة الواحدة أسابيع. وتأنق الزيات تأنق مقبول من الأناقة طبعا، ولكنه حرم أسلوبه من قوة الحركة، فهو يقهر القارئ على الوقوف في وقت إلى وقت ليسأل عن الطريق. هذا كلام الأستاذ العقاد. وفي أسلوبه يقول محمد مندور: أسلوب الزيات مصنوع صنعة محكمة، صنعة كاملة، ولكن الصنعة تبعدنا عن الحياة، ولكن الكمال يمل. وهناك في أساليب كبار الكتاب ما يحسه البلاغيون والنحويون ضعفا وعيبا، ولكنه أمارة الأصالة ودليل الطبع. وإذا كان في جلال أسلوب شكسبير وفاليري ما يسمونه كسر البناء، فكيف لا يطمئن جهد الزيات حتى يقيم الموازين ويقيس المسافات. من مؤلفاته، له طبعا هو انخرط أكثر من 30 عام في التأليف. من مؤلفاته تاريخ الأدب العربي، في أصول الأدب، دفاعا عن البلاغة، وحي الرسالة، وجمع فيه مقالاته وأبحاثه في مجلة الرسالة. ومن أعماله المترجمة من الفرنسية آلام فورتر، ورواية روفايل للأديب الفرنسي لامارتين، بالإضافة لذلك له مجموعة قصصية بعنوان من الأدب الفرنسي. أنا سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأنا أقرأ في ما قاله الزيات، عفوا العقاد، في عن الزيات
في أسلوب الكتابة عنده وتأنق الزيات تأنق مقبول. فكلمة التأنق دي كنا بنسمعها من أخونا الصحفي العزيز الراحل محمد إبراهيم دبساي. كان رجلا لغويا، وكان يبهر مشاهديه ومستمعيه بلغته الجميلة وصوته المجلجل الجميل يعني. فكان يستخدم هذه كلمة الأناقة، ولما دار يصف شخصا ما فيقول لك: يا أخي أنا ما شفت رجل أأنق منك يعني. فكنا نحن نضحك. فأعتقد أنه هو كان له وجه حق في أن يقول رجل أنيق ورجل أأنق، جميل وأجمل، كان يزنها على ذلك. فأنا أقرأ للعقاد: وتأنق الزيات تأنق مقبول. على طول افتكرت أخونا دبساي الزميل العزيز، الرجل يعني كان رجلا معهديا، هو خريج معهد غرداد، ثم درس في مدرسة الجالية، ثم اتجه إلى سوريا ودرس هناك. فكان رجلا ذا لغة فصيحة لا يتحدث إلا بفصاحة، وهو يتحدث خاصة للمشاهدين والإعلاميين، وكان يحترم المشاهدين وله أسلوبه ومدرسة. رحمة الله على أخونا الزميل العزيز الأستاذ محمد إبراهيم دبساي، والتحية لآل دبساي من هنا. ما رأيكم أيها الإخوة والأخوات أن نتوقف في هذه الحلقة وفي هذه الجزئية من الحلقة رقم 35 في برنامج مع اللغة العربية؟ كان ذلكم هو الجزء الثاني من قراءة لما كتبه الأستاذ أحمد حسن الزيات دفاعا عن البلاغة أو آلة البلاغة، وبدأه بمستهل مقالته التي نشرت بمجلة الرسالة: آفة الفن الكتابي أن يتعاطاه من لم يتهيأ له بطبعه. إذا كانت آفة الفن أملتها عليهم رخص المداد، فنحن من أملى علينا أن نتحدث ونقلب صفحات التاريخ للزيات ما يموج به الإسفير الإلكتروني من كتابات يعني لا تمت بصلة إلى فن الكتابة كثيرة. أنا لا أقول كلها، لكن جلها ومعظمها لا يسر ولا يغني من جوع فكري ونهم معرفي، بل بالعكس أنها تؤثر وتترك الإنسان الذي ينكب ويقرأ كثير في هذه الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإنه لن يتأنق ولن يعني يدخل باب الأناقة في فصاحة الكلام وحديثها كما دخلها الأستاذ أحمد حسن الزيات. رحم الله الزيات ورحم الله العقاد والمازني وتوفيق وكل الكتاب، وكذلك الرافعي وطه حسين والعقاد وكل أولئك النجوم. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، كنت معكم في الحلقة رقم 35 من برنامج مع اللغة العربية. ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. تحيات الزملاء في الإشراف والإخراج. نحن نتحدث هكذا، ولكن هناك فريق كبير يعمل يجلس بالساعات حتى ما يخرج هذه الحلقة في ثوبها الذي ترونه. أنا عندما أسجل هذه الحلقة لا أسجلها بهذا الشكل الذي ترونه، الخلفية وما إلى ذلك، لكننا نسجلها بطريقة احترافية، وهم يبذلون قصارى جهدهم في إخراجها بالشكل الذي يليق بذوق ومكانة ونفسية المشاهد. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.